balle. Ce ballon arrivera, non, sur Amin Harit. Amin Harit sur 10. On va prendre des nouvelles d'Amin Harit. Amin Harit, c'est... Ah. انهيار حلم المونديال، إصابة قوية لأمين حاريت لاعب فريق مارسيليا ولاعب المنتخب المغربي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تعرض اللاعب الدولي المغربي أمين حاريت لاعب خط وسط نادي مارسيليا الفرنسي لإصابة قوية وخطيرة على مستوى الركبة خلال مباراة فريقه مارسيليا عند مواجهة فريق موناكو الفرنسي لحساب الأسبوع ال15 من منافسات الدوري الفرنسي. وغادر حاريت المباراة متأثرا بإصابته في حدود الدقيقة 60 ليغادر الملعب بعد ذلك تاركا مكانه لزميله ديمتري بايت، ما يهدد مشاركته في نهائيات كأس العالم قطر 2022 رفقة أسود الأطلس. نقلا عن مصادر مقربة من اللاعب أن إصابة حاريت تدعو للقلق، ونقل على إثرها إلى المستشفى على وجه السرعة لإخضاعه للمزيد من الفحوصات لتحديد مدة غيابه. وأضاف المصدر ذاته أن غياب حاريت من المشاركة في نهائيات كأس العالم قطر 2022 بات محسوما لخطورة الإصابة، وسيكون المدرب وليد الركراكي ملزما على إيجاد بديل لأمين حاريت في حالة ما تأكد غيابه عن المونديال، علما أن العديد من اللاعبين تعرضوا لإصابات كعز الدين أناحي وسفيان بوفال وزكريا أبو خلال وغيرهم من اللاعبين. الجماهير المغربية علقت على إصابة أمين حاريت على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنهم ناصر، ويقول في تعليقه: حاريت لاعب مهاري وفقدانه سيكون له تأثير كبير على تشكيلة المنتخب المغربي. أتمنى رؤيته في قطر وبالشفاء العاجل له إن شاء الله، حتى يشارك زملائه فرحة كأس العالم وتقديم الكرة المغربية بأحسن مستوى. نظرا لتوفرنا على منتخب قوي وفي كامل الجاهزية، وفقط إذا تأكد غيابه، أظن أن اللاعب الذي يجيد اللعب في مركزه ويجب استدعاؤه هو سفيان رحيمي، لأنه ظلم بعدم استدعائه للائحة النهائية نظرا للمستوى الكبير الذي ظهر به في المباريات الأخيرة. ما رأيكم؟ ويقول عروب في تعليقه: اللعب بذلك الشكل المتهور قبل المونديال بأيام غباء واستهتار بقيمة المنتخب الوطني المغربي وبقيمة محطة رياضية عالمية بحجم المونديال. أيضا ماريو يقول في تعليقه: قدر الله وما شاء فعل، كان غيتصاب في الماتش الأول في قطر وما يلعبش بحال، لكن كان عليه أن يحتاط كثيرا في أي زمان ومكان. ويقول أيضا مغربي في تعليقه: أن يلعب لاعب المنادى عليه لتمثيل بلده بكأس العالم بذلك الشكل الاندفاعي الذي رأيناه قبل أسبوع وعلى مرمى حجر من المونديال، ليصاب إصابة خطيرة قد تحرم الفريق الوطني من خدماته، أعتبره تهورا وعدم نضج. أما مهدي فيقول في تعليقه: بالشفاء للاعب حاريت وكذلك لجميع المصابين في المنتخب، وأقول إن كثيرا من اللاعبين يتعرضون للإصابة بالعين والحسد، لأن العين حق